أعلام ورموز، سلسلة برامجية توثيقية نتعرف من خلالها على شخصيات وضعت البصمات على صفحات التاريخ بأعمال عظيمة وإنجازات رائدة. أعلام ورموز، نسافر أثيريا نحو أماكن تاريخية محلية وعالمية لننقب عن العلوم والمعارف والاتجاهات الثقافية المتعددة. أعلام ورموز، في الإعداد هدى صديق عبد القادر، في التقديم نجاة حسن إسماعيل. أعلام ورموز، في الرؤى الإخراجية فردوس فرج الله. أعلام ورموز. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، الأصدقاء والأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أعلام ورموز. في هذه الحلقة عبر أعلام ورموز نتحدث عن شخصية سودانية عالمية وسيرة توجت بالعلوم المختلفة في شتى المجالات. شخصية وجدت الاهتمام العالمي ونالت حظها من التوثيق في قاموس الشخصيات العالمية الأفريقية والشرق الأوسط، وكتبت عنها المجلات البريطانية. إذن نحن وأنتم نتعرف على هذه الشخصية المتميزة في مجال الطب البيطري، وإحدى شوارع العاصمة الخرطوم تسمى عليه، وهو الشارع الذي يقع فيه دار الاتحاد المهني العام للأطباء البيطريين بالعمارات، والمقترن بشارع المطار من الناحية الغربية، ألا وهو بروفيسور النزير ضفع الله. ولد بروفيسور النزير ضفع الله في العام 1922 بمدينة الأبيض. نشأ وترعرع بمدينة ونمرين. أعلام ورموز. البروفيسور النزير ضفع الله بروفيسور في علم الأحياء الدقيقة. التحق بالمدارس العليا كلية العلوم البيطرية في العام 41,900 إلى 46,900. في العام 51,900 التحق بجامعة ليفربول كلية طب المناطق الحارة لينال دراسة فوق الجامعية، ومنح في العام 52 دبلوم الطفيليات من جامعة مانشستر. في العام 54 عمل باحث في المعامل البيطرية بالخرطوم وملكال ونيالا. ترقى إلى باحث أول وأصبح كبير مفتشي الأبحاث البيطرية في ديسمبر في العام 56، ومحاضر أول في البكتيرولوجي. في نوفمبر 57 ترقى إلى أستاذ مساعد، وكان أول عميد لكلية الطب البيطري في الفترة من 58 إلى 62.
شغل منصب نائب مدير جامعة الخرطوم. في العام 62 ترقى إلى درجة بروفيسور في البكتيرولوجي. في الفترة من 62 إلى 68 كان ثاني مدير لجامعة الخرطوم بعد الأستاذ الجليل نصر الحاج علي، وهو مصمم لشعار الجامعة. في العام 65 كان رئيس مؤتمر المائدة المستديرة. كان نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفريقية. كلف بإدارة المكتب الرئيس مؤقتا بالخرطوم. في العام 1970 عمل أستاذ لعلم الميكروبات ومشرف على طلبة الدكتوراه والماجستير. عين رئيسا للبحوث الزراعية بإقليم شمال نيجيريا وعميد كليتي الزراعة والطب البيطري بنيجيريا. في العام 74 كان رئيس المجلس القومي للبحوث. وفي العام 74 إلى 76 تقلد منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية. أعلام ورموز. عمل البروفيسور النزير ضفع الله سكرتيرا تنفيذيا لمشروع الأمم المتحدة الخاص بحزام شمال إفريقيا. في العام 81 كان وزيرا للتربية والتوجيه ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي. تميز البروفيسور النزير ضفع الله بالنبوغ في حياته العملية والعلمية. نال جائزة أحسن طالب في كلية العلوم وجائزة أخرى عند تخرجه من كلية الطب البيطري. ومن البحوث التي قدمها البروفيسور النزير ضفع الله قدم 25 بحثا في علم البكتيريا تتضمن مكتشفات أصيلة تتعلق بميكروب داء ذات الرئة المحيطة في الأبقار، دراسات عن هيكل إثارة المولودات المضادة للعوامل المعدية المسببة للالتهاب الرئوي البلوري في الأبقار، والذي كان مستعصيا على جهود العلماء والباحثين. عالجه البروفيسور النزير ضفع الله وتمكن من فض مغلقات ميكروبه واستنباط أمصال للمرض. أعلن اكتشافه للمصل في العام 57. حملت كل المركبات اسمه وعم الاهتمام بها في الدوائر العلمية والعالمية، وأصبحت قاعدة لعدد من الاكتشافات الأخرى. نشرت له عدة أبحاث كرمته أشهر الجامعات في العالم ومنحته 4 منها الدكتوراه الفخرية وزمالة الشرف. منحته جامعة ألمانيا لقب أبو الطب البيطري. أعلام ورموز. عندما كانت جامعة الخرطوم تحت إدارته شهدت الاستقرار والتميز، حيث تم بناء المستشفى البيطري وقاعة الامتحانات الكبرى، ونشأ معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية، واعترفت مؤسسة فورد الأمريكية بالمستوى الأكاديمي الممتاز للجامعة ومنحتها قسطا من المنح العالمية. كان له دور قيادي في قيام وتأسيس كل من اتحادات الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية الذي ساهم بفعالية في إنشائه وكان رئيسا له في أولى دوراته. تم اختياره لاتحاد الجامعات العالمي من بين 4 من العلماء الأفريقيين بصفتهم من ذوي الإبداع، وعهد إليهم بوضع المعايير الأكاديمية للبحث والأداء الجامعي في القارة الإفريقية. أول إفريقي وأسيوي وال25 في العالم ينال درجة الزمالة في الجراحة البيطرية. أول سوداني ينال براءة اكتشاف داء ذات الرئة المحيطة. وكان أول رئيس ومؤسس للجمعية السودانية لحماية البيئة مع دكتور محمد عبد الله نور ودكتور محمد عبد الله الريح ودكتور التجاني حسن علام.
ومن مرتبة الشرف والزمالة التي نالها زمالة شرف من الكلية الملكية للجراحة البيطرية لندن في العام 63، دبلوم من مؤسسة بولزان لتقييم البحوث إيطاليا في العام 63، زمالة شرف جامعة هانوفر ألمانيا 64، دكتوراه في العلوم البيولوجية جامعة شارلز في العام 66، وحصل على العديد من الميداليات العالمية. نذكر بعض منها: ميدالية من الكلية الملكية للجراحين البيطريين المملكة المتحدة، الميدالية الذهبية من مؤسسة بولزان بإيطاليا، ميدالية كلية هانوفر، الميدالية الذهبية من جامعة شارلز، ميدالية جامعة موسكو، وكان عضو في عدد من الجمعيات العالمية، منها الجمعية البكتيريولوجية العامة بالمملكة المتحدة، جمعية علوم الأمراض الجلدية بالولايات المتحدة، رئيس ومؤسس الجمعية السودانية لصيانة الطبيعة، رئيس جمعية الطب البيطري بالسودان، رئيس هيئة تحرير مجلة العلوم البيطرية وتربية الحيوان، وكان عضو في عدد من المنظمات العالمية: منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، فريق الخبراء الدولي في التهاب الغشاء البلوري، عضو هيئة الأخصائيين للتعليم البيطري، فريق الخبراء الدولي لمكافحة الأمراض الطارئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عضو وممثل لإفريقيا من 5 أعضاء يمثلون العالم في اللجنة الاستشارية لجائزة البيئة الدولية، وعضو منظمة الصحة العالمية. أعلام ورموز. كان بروفيسور النزير ضفع الله مستشارا لعدد كبير من المنظمات والاتحادات المحلية والعالمية، شارك وترأس عدد من المؤتمرات العالمية والمحلية، ومثل السودان بفخر واعتزاز في مهمات اختصت بالتعليم الجامعي والبحث العلمي. مثل السودان في إفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في أستراليا، وقدم أوراقا علمية وندوات في مختلف الموضوعات. من الأوسمة التي حصل عليها بروفيسور النزير ضفع الله: وسام الدستور في العام 73، وسام النيلين من الطبقة الأولى، وسام العلم والآداب والفنون الذهبي، الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة الخرطوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى جمهورية السودان، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى جمهورية مصر العربية. توفي في مايو في العام 82 900 وألف، وكان يشغل آنذاك منصب وزير للتربية والتوجيه. هكذا كانت حياته مزدهرة بالعلم والعلوم، وسطرها التاريخ على صفحاته العالمية منها والمحلية. الأصدقاء والأحباب، انتهت هذه الحلقة في أعلام ورموز. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلام ورموز. في الإعداد هدى صديق عبد القادر، في التقديم نجاة حسن إسماعيل، في الرؤى الإخراجية فردوس فرج الله. أعلام ورموز. أعلام ورموز.